السلام عليكم خوتي خواتاتي، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل في احسن الاحوال. وصفتنا النهار اليوم ان شاء الله بسكوي بطريقه سهله وما يديلكمش الوقت بزاف. يعني هذا البسكوي تاع 10 دقائق بمكونات بسيطه واقتصاديه. نروحوا للتحضير. بسم الله. هنا كما شفتوا عندنا 2 حبات تاع بيض، وعندنا نص كاس تاع سكر، ونص كاس تاع زيت، ونص كاس تاع حليب. هذا الكاس اللي يدير 220 ملي. بسم الله. هنا في ريسيبيون نكسروا 2 حبات تاع بيض ونزيدوا لهم نص كاس تاع سكر، نخلطوا مليح حتى نشوفوا هذاك السكر يعني نوعا ما ذاب، يعني حتى يذوب مع البيض. هذا البسكوي راه بزاف يعني سهل، وكما شفتوا المكونات تاعو بسيطه، موجودين في كل بيت. نحضروه يعني غوتي هكذا. بعد ما يعني ذاب هذاك السكر نضيفوا نص كاس تاع الزيت. يعني كما قلت لكم الكاس هذا يدير 220 ملي. هكذا نخلطوا مليح حتى تندمج مليح هذيك الزيت في هذو المقادير هكذا. ومن بعد نزيدوا نص كاس تاع حليب هكذا ونخلطوا مليح. يعني راهي وصفه بزاف سهله. هنا رايحين نضيفوا سكر فاني حوالي مغرف صغيره تاع قهوه هكذا. كما تقدروا يعني ديروا السائله، ولا ديروا قشور الليمون ولا قشور البرتقال، يعني النكهه اللي بغيتوها نتوما هكذا. وهنا نبداو نضيفوا الفرينه ما نقدرش يعني نعطيكم مقدار، يعني ضيفوا بشويه الفرينه حتى تحصلوا على يعني عجينه تكون طريه وتلصق في اليد هكذا. وكما شفتوا لا ليفور شيميك يعني 11 غرام، حوالي نص مغرف تاع قهوه يعني هكذا. ونخلطوا مليح ونضيفوا الفرينه بشويه حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه يعني وتلصق في اليد. حتى تحصلوا على هذا القوام، يعني عجينه تتلم في اليد. المهم هنا عندي 2 حبات تاع تفاح قطعتهم الى شرائح كما راكم تشوفوا. وهنا ضفت لهم عصره تاع ليمون ولا قارص باش ما يكحش عندنا التفاح. وزت مغرف كبيره تاع سكر هكذا. ونبداو نشكلوا الكويرات تاعنا هكذا على هذا الشكل. شوفوا يعني راهي طريقه سهله وما تديناش بزاف الوقت هكذا. نديروا حفرة في الوسط ونبداو نعمروا فيهم بالكونفيتور، يعني المعجون ولا حبيتو الشوكولا هكذا. ومن بعد نجيبوا شرائح التفاح ونشكلوهم فوق العجينة على شكل وردة كما راكم تشوفوا على هذا الشكل. راح يمد منظر رائع للبسكويت تاعنا ويزيد له ذوق. انا هكذا نكمل نزينه كامل بهذا شرائح التفاح ونولو فيما بعد ان شاء الله.
وراني مسخنه الكوشه على 180 درجه. نحطوهم في الوسط وكنشوفوهم الداو اللون الدوغي او الذهبي نخرجوهم. وهذا هو الشكل النهائي. وشوفوا ما شاء الله روعه روعه روعه، يعني بسكوي على شكل ورده ويجي خفيف هكذا. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم. نقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.